مع مستر هشام وفيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الوحده الخامسه للصف الثاني الاعدادي. الوحده الخامسه ان شاء الله يعجبكم الشرح لان وحده مهمه جدا. هنتكلم عن المضارع التام، عن الكلمات اللي بيجي بعدها فيرب اي ان جي، هنتكلم عن التعارف، هنتكلم عندما تقابل شخص لاول مره. فان شاء الله الفيديو يعجبكم وان شاء الله يتم الشرح عليه ويتم المشاركه على هذا الفيديو. عنوان الوحده people that we admire. people that we admire يعني اشخاص بنعجب بيها، يعني اشخاص بتبقى قدوه زي احمد زويل، نجيب محفوظ، الشخصيات البارزه. فمع اهم الكلمات للوحده الخامسه degree. degree يعني درجه علميه. graduate يعني اتخرج. degree من درجه علميه. middle ميداليه. برايز جائزة. بوث كلاهما. accident حادثة. رايتر ما بنطقش الدبليو، رايتر كاتب. competition يعني منافسة. facts حقائق. hero يعني بطل. building مبنى. language لغة. the beast الأفضل. swimmer سباح. different مختلف. mountain جبل. successful ناجح. do well يؤدي جيدا. busy مشغول، يأتي بعدها الفيرب زائد ing. neighbor معناها جار. جار. طبعا الجي اتش تكتب ولا تنطق. before قبل. life الحياة. newspaper جريدة. post office مكتب بريد. بعد كده هناخد قاعدة مهمة جدا however وبط للتناقض بين جملتين. اقول لك he is poor هو فقير. however على الرغم من ذلك he is happy سعيد. however بتساويها ايه؟ but ولكن. بتساويها مين؟ although. يبقى however وبut although للتناقض بين جملتين. مثال however equal but بتساوي but، بنجيب قبلها جملة سبب، بعد كده however أو but بنجيب قبلها فول ستوب، بعدها كما. طبعا جملة نتيجة غير متوقعة. مثال he is so old هو كبير في السن جدا. however طبعا كتب كابيتال وقبلها فول ستوب وبعدها كما. he is still working ما زال يعمل، وستيل جه بعدها الفيرب زائد ing. يبقى عرفنا التناقض however وبط للتناقض بين جملتين. بعد كده ناخد الفرق بين graduated in و graduated from. graduated in يتخرج من، بجيب اسم الكلية، يعني graduated in medicine خريج كلية طب. graduated from مثلا حلوان يونيفرستي جامعة حلوان، يبقى graduated from بجيب اسم الجامعة، لكن in بجيب اسم التخصص أو اسم الكلية. مثال graduate in يتخرج من medicine يبقى اتخرج من كلية الطب. graduate from يتخرج من كايرو يونيفرسيتي جامعة عين شمس. بعد كده نأتي للكلمات أو الأفعال التي يأتي بعدها الفيرب ing زي finish ينهي، like يحب، dislike يكره. طبعا stop يتوقف، enjoy يستمتع. كل الأفعال دي يأتي بعدها الفيرب زائد ing، وأهمهم finish ينهي، start يبدأ، stop يتوقف، يأتي بعدهم الفيرب زائد ing. يبقى أقول finish speaking، start playing، stop smoking، يبقى فيرب زائد ing. لو قلنا بعد stop to بنجيب الفعل في المصدر، نقول I stopped to buy a newspaper، أنا توقفت لكي أشتري جريدة. يبقى عرفنا أهم الكلمات. بعد كده زمن المضارع التام. المضارع التام قبل كده قلت لكم شرحت فيديوهات قبل كده على اليوتيوب كتيرة، فشرحت المضارع التام. المضارع التام ده قلنا يعبر عن حدث تم في الماضي وله آثار في الوقت الحاضر.
حدث تم فين؟ ماضي وله آثار في الوقت الحاضر. يتكون من هاف وهاز والتصريف التالت للفعل. هاز مع المفرد، هاف مع الجمع، ومعاه كلمات دالة كتير زي already, just, yet, ever, never, since, for. مثال the present perfect المضارع التام have وهاز. قلنا have مع الجمع وهاز مع المفرد وبعدين التصريف التالت للفعل. she has cooked lunch هي عملت الأكل، يبقى حدث تم في الماضي وله أثر في الوقت الحاضر. اختصار has apostrophe s. she has cooked lunch. we have visited the pyramids برضه اختصار have apostrophe e. يبقى المضارع التام من أهم الأزمنة عشان بيجي معاه already وجاست، تقع بين هاز وهاف والتصريف تالت الفعل. يت نهاية جملة منفية. ايفر ونيفر يعبروا عن خبرات، ايفر في السؤال، نيفر إجابة منفية. سينس بيجي معاها حاجات كتيرة وفور، طبعا اتشرح كله على يوتيوب. بعد كده يا جماعة من انتهاء من المضارع التام هنيجي على الترحيب. اون يا جماعة بيجي بعديها يوم شهر سنة. مثال he was born on 12 April 2003 يبقى يوم 12 من شهر ابريل 2003 يبقى يوم شهر سنه. بعد كده لما اجي اقدم شخص الواحد، يعني تخيل ماشي مع حد وبقدمه، اقول this is my friend. يعني يقول لك you introduce احمد to your father، انت بتقدم احمد لوالدك. اقول this is my friend احمد، هذا يكون صديقي احمد. يبقى عندما تقدم شخص this is my friend وزائد اسم الشخص. بعد كده الترحيب، لما اتعرف على شخص لاول مره اقول له how do you do. how do you do معناه تشرفنا. ممكن اقول له تاني I am pleased to meet you يسعدني لقائك، او it's nice to meet you يسعدني لقائك. يبقى عندما اقابل شخص اول مره في فيرست تايم، اقابل مثلا بوس، مانجر، بين فريند ات ذا ايربورت، اقول له هاو دو يو دو. يبقى يا جماعه هاو دو يو دو معناه اهلا وسهلا تشرفنا. بليز تو ميت يو يسعدني لقائك. اتس نايس تو ميت يو يسعدني اني قابلتك. بكده يا جماعه يبقى انتهينا من الوحده الخامسه بكل ما فيها من كلمات من زمن المضارع التام، من الكلمات اللي بيجي بعدها فيرب اي ان جي او تو. جينا بعد كده على بط وهاويفر والزو، وجينا على اون ان يجي بعدها يوم شهر سنه، وقلت اي ام بليز تو ميت يو وهاو دو يو دو واتس نايس تو ميت يو. ان شاء الله يكون الشرح عجبكم، وباذن الله يتم المشاركه على هذه الوحده. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.